ازيكم يا حلوين؟ النهارده بقى فيديو مشتريات جديد. بس عايزه اقول لكم الفيديو ده انا مصوراه من يوم السبت اللي فات، يعني كان تقريبا مصوراه مع الفيديو بتاع المشتريات الخضار اللي نزلت لكم الفيديو اللي فات. بس انا اللي حصل ان انا تعبت شويه، فبصراحه ما قدرتش امنتجه، فانا اسفه على التاخير ان انا بقالي كذا يوم ما نزلتش فيديوهات هنا. بس اكيد انتوا يعني هتعذروني، وعاوزاكم تدعوا لي كده ربنا يشفيني. هقول لكم على شويه مشتريات كده جبتهم، كان عشان الصيام، يعني لان يعتبر الفيديو ده انا مصوراه واحنا في اول الصيام. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير، الصيام اصلا خلاص قرب يخلص. فخليني اقول لكم انا جبت ايه. جبت كيلو عدس اصفر ب60 جنيه، ونص كيلو عدس بجبه ب30 جنيه. جبت نص كيلو برغل ب20 جنيه، الكيلو ب40. جبت كيلو فريك ب40 جنيه. وجبت نص كيلو حمص اللي هو بتاع الكشري ده، حمص الشام ده جبته النص كيلو ب60 جنيه، اللي هو المستورد اللي هو النضيف. جبت نص كيلو لسان عصفور ب22 ونص، اللي هو يعني الكيلو ب25. جبت كمان الصوص اللي هو الباربيكيو ده ب60 جنيه. وجبت ب100 جنيه كاكاو خام. وجبت نص قالب الشوكولاته الفيينا ب180 جنيه. خدت نص القالب لان احنا الصيام ده مش طويل، وانا بستعملها اكتر في الصيام يعني. لان انا لسه كنت جايبه معاكم قالب شوكولاته سامه، فلسه زي ما هو، فانا حبيت ان انا اجيب دي اشتغل بيها في الصيام. فجبت نص قالب بس، وهو حسبهولي زي كاني هاخد منه القالب، يعني حسب لي النص ب180. هو القالب كامل على بعضه 2 كيلو ونص بكام؟ ب320. وجبت كام كيس خميره كده فوريه، الكيس ب5 جنيه. جبت 5 كيلو دقيق ب100 جنيه. وزي ما قلت لكم جبت كاكاو ب100 جنيه. شويه دول، هو الكاكاو غالي جدا، سعره تقريبا 780 او حاجه زي كده. وجبت بقى كل سنة وحبايبنا واخواتنا طبعا المسلمين طيبين وبألف خير بمناسبة المولد النبوي. فطبعا انا اول الناس اللي بتشتري حلاوة المولد، فانا جبت حلاوة المولد اللي انتوا شايفينها دي. جبت حوالي تقريبا 2 كيلو ونص كده ب350 جنيه. انا بصراحة من الناس اللي بتعشق حلاوة المولد، يعني اعتقد ان حلاوة المولد انا عشان كلت منها بوظت لي الدنيا معايا في الدايت، يعني انا زدت كيلو عشان خاطر حلاوة المولد دي. فما علينا، يعني هنصلح اللي اتلخبط هيتصلح تاني عادي، يعني انا رجعت اظبط تاني عشان الكيلو ده ينزل. وارجع كده ايه للملاعب تاني كده في الدايت. هي دي المشتريات اللي انا جبتها، كنت جايباها عشان خاطر احنا لما صومنا انا ما كانش عندي اي حاجه. حتى في فيديو المشتريات الخضار اللي فات قلت لكم انا ما كنتش عامله حسابي، يعني ما كنتش مشتريه حاجات ومجهزه، لانه صيام صغير هو 15 يوم وكده. بس انا اكتشفت ان انا لا عندي عدس بجبه ولا عدس اصفر ولا عندي اي حاجه، يعني لو حبيت اعمل شويه كشري مش هلاقي. جبت الحمص والعدس بجبه والعدس الاصفر. وانا كنت جايبه في المشتريات بتاعه الشهر المكرونات والحاجات دي، او في المشتريات اللي فاتت تقريبا. ف يعني كده تقريبا كده، يعني الدنيا بقت امان، يعني انا كده كده، يعني كده كده بسجل لكم الفيديو ده بعد اسبوع، يعني انا مصوره بقى لي اسبوع. بس حقيقي الاسبوع ده كان اصعب اسبوع مر عليا في حياتي، ولحد دلوقتي انا تعبانه. عايزه اقول لكم انا تعبانه جدا جدا جدا، يعني انا بسجل لكم كده وانا ربنا وحده يعلم بيا انا فيا ايه. فعاوزاكم تدعوا لي، وعايزه اشكر كل حبايبي اللي جم معايا، حتى لو انتوا 1000 مشترك بس اللي اشتركتوا في قناتي الجديده. عايزه اشكركم جدا، وعايزه اقول لكم انا بحبكم جدا جدا جدا، لان انتوا مصرين ان انتوا تفضلوا معايا ومكملين، وجيتوا ورايا في القناه دي اللي هي ببتدي فيها من الصفر. بشكر محبتكم جدا. وسواء كملت في القناة هنا او ما كملتش، فانا اكيد اكيد بحبكم، وممكن يعني اكيد اكيد انا هكمل، لان انا ما بلقاش حد فضفض معاه غيركم انتوا. فاكيد انا مش هقدر استغنى عن قناتي ومعاماري، او القناة اللي انا بحكي واتكلم معاكم فيها، ولو في حاجة مضايقاني بكلمكم فيها. فحتى لو القناة دي ما اتفعلتش، لان شروط اليوتيوب بقت صعبة شوية ومحتاجة مشاهدات اكتر، يعني بدل 4000 ساعة عرفت ان هي بقت 8000 ساعة، يعني انا محتاجة مشاهدات من نار عشان افعل قناتي دي. فانا هشتغل فيها، وانا وانتوا على الله، وربنا يوفقني، وعايزاكم تدعولي. وعايزاكم يعني ما تأثروش معايا، يعني حاولوا ان انتوا ترفعوا الفيديوهات مثلا بلايك بتعليق، ان انتوا تشوفوا الفيديو للاخر. هحاول ان انا دايما انزل لكم حاجات فيها جزء ترفيهي، يعني مثلا الفيديو ده كده هتلاقوا فيه جزء ترفيهي. هو فين؟ مش هقدر اقول لكم هو فين، يعني في انهي جزء في الفيديو، علشان تشوفوا الفيديو يعني كله، عشان خاطر انا محتاجه مشاهدات كتير جدا عشان القناه دي تتفعل. يعني انتوا متخيلين قناتي اللي فاتت والقناه اللي قبلها اللي هي تكات ماري في المطبخ، نسيت اقول لكم ان انا جبت لفتين جلاش، اللفه من دول نص كيلو ب20 جنيه، يعني اللفتين دول ب40 جنيه.
انا حطيت، بصوا انا ما قطعتش قالب الشوكولاته، هكمل لكم بس ثواني. ما قطعتش قالب الشوكولاته، حطيته في علبه كده زي ما هو. بصراحه انا عشان كنت تعبانه يعني ماليش خلق بصراحه، مش ما قدرتش اقطعه، يعلم ربنا ما قدرتش اقف اقطع قالب الشوكولاته. فحطيته زي ما هو كده في علبه بس عشان احفظه وخلاص، يعني ان هو مقطوع، مش قالب كامل في الكيس متغلف زي ما هو، لا هو عشان مقطوع فانا حطيته في الكيسه دي زي ما هو. وده المحشي اللي انا كنت بجهز فيه معاكم من الفيديو اللي فات. عايزه اوريكم شكله كده، قلت اما اوريكم شكله لان انتوا شفتوا وانا بجهز فيه الفيديو اللي فات بس ما شفتوش شكله النهائي. كان محشي كوسه وبتنجان وفلفل، كان طعمه خطير. انا اكلت على فكره محشي، وباكل محشي عادي وباكل كشري مصري عادي، وباكل اي حاجه فيها رز عادي، بس انا باكل كميات قليله. يعني انا ممكن اقول لكم ان انا اكلت الطبق اللي قدامكم ده يعني صابعين بتنجان وصابع فلفل وصابع كوسه يعني، بس ما اكلتش اكتر من كده. طبعا انا لو مش عامله دايت هاكل قد دول 3 4 مرات يعني. ما تستغربوش، انا بحب المحشي جدا. فانا ان انا بقلل اكلي هو ده اللي مخلي وزني ينزل، ما بنزلش بسرعه او ما بنزلش كيلوهات كتير. انا بقالي سنه كامله نزلت فيها 22 كيلو بس انا مبسوطه، انا ما بزيدش، انا وزني مش ثابت، انا بنزل حتى لو بنزل كيلو في الشهر انا مبسوطه من كده. في يوم من الايام هوصل للوزن اللي انا عاوزاه. المهم ان انا ما ازهقش وما ملش وارجع تاني اكل زي الاول، لان هبقى حاسه بالحرمان، ما انا حرمت نفسي من كل حاجه. لان انا عملت رجيم قبل كده 5 مرات وكل مره ارجع اتخن تاني اكتر من الاول، فانا مش عاوزه اكرر نفس التجربه دي لاني بتعب جدا لما وزني بيزيد. ده الجزء الترفيهي بقى. في مين احلى من شاكر يرفه علينا؟ ده كان جزء كده في المصيف واحنا بنصيف، الكلام ده متصور بقاله شهر، بس انا بقى جت ظروف تعبي وقناه وكلام من ده وما عرفتش انزله لكم بصراحه. فلقيته في وشي كده قلت انزله لكم في اخر الفيديو ده، يعني يبقى اسمها كده ايه، خرجتكم معايا وديتكم البحر كده وفسحتكم. انتوا عارفين طبعا اللي متابعني من بدري كده او من قناتي اللي فاتت ان شاكر بيحب يصطاد ومعاه الغزل ده اللي هو بيصطادوا بيه. فاحنا في المصيف خد معانا برضو الغزل عشان يصطاد، يعني هو هوايته بقى وفي ميه يبقى لازم ياخد معاه الغزل عشان يصطاد. الغزل ده اللي هو الشبكه اللي بيصطاد بيها. فهو كان بيصطاد، اصطاد لنا كابوريا كتير بصراحه. مرموره كانت معانا طبعا في المصيف ده. اصطاد لنا كابوريا، يعني اول يوم ده احنا عاملين حله كابوريا، لو عايزه اقول لكم كبيره جدا جدا، يعني اصطاد لنا حوالي مثلا 5 كيلو كابوريا بس كابوريا كبيره مش صغيره. هيجيب لكم يعني هتيجي لقطه على واحده كابوريا دلوقتي وهو بيصطادها. يعني دي عينات كده، كل شويه يروح يصطاد لنا كام واحده لحد ما جمعنا كده في اخر اليوم اللي هو اول يوم في المصيف حله كبيره كده، سويناها وازازناها كده بالليل احنا ومرموره واولادها وجوزها وكلنا مع بعض. بس شاكر كده بيصبح عليكم او بيمسي عليكم، يعني حسب ما هينزل لكم الفيديو بقى امتى. عاوزاكم تحطوا لايكات كتير للفيديو ده، حاولوا تشوفوا الفيديوهات للاخر عشان محتاجه وقت مشاهده كتير عشان القناه دي تتفعل. لان زي ما قلت لكم شروط اليوتيوب اتضاعفت، بدل 4000 ساعه بقت 8000 ساعه. فشدوا حيلكم معايا شويه لو انتوا حابين ان انا افعل قناتي، ولو انتوا حابين ان انا الفيديوهات اللي انا بعملها يدخل لي ربح منها واستفيد منها. يعني ما بقاش بنزل الفيديوهات كده لليوتيوب وقناتي مش متفعله، فالاعلانات دي الربح بتاعها بيروح لليوتيوب كله طالما قناتي مش متفعله. لكن لو كملت الشروط قناتي بتتفعل، والارباح دي باخد جزء منها مش كلها. اليوتيوب بياخد النص واحنا بناخد النص. ف يعني عايزه اشوف بقى الناس اللي بتحبني يعني هتقفوا معايا بجد. انا عارفه ان انتوا جدعان جدا والله، وتعليقاتكم كلها بتوصلني، وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا. بس شدوا حيلكم معايا شويه، لايكات كتير وتعليقات كتير، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.